السلام عليكم اولى ثانوي. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض الجزء الثاني من شرح درس تشابه المثلثات. طبعا في الجزء الاولاني خدنا الحاله الاولى لتشابه المثلثات لما بيتطابق زاويتين متناظرتين، لما بيتساوى يعني زاويتين متناظرتين، وكنا بنقول نكتفي بس بزاويتين لان طبيعي الزاويه الثالثه هتساوي الزاويه الثالثه فيحصل تشابه بين المثلثين، وفسرناها بشكل تفصيلي اكتر والحاجات دي كلها. وكمان خدنا نظريه اقليدس وطبقنا على الكلام ده كله. فلو انت لسه ما شفتش اصلا الجزء الاولاني فلازم تشوفه الاول قبل الجزء الثاني. الجزء الثاني هناخد فيه ايه؟ هناخد فيه الحاله الثانيه والحاله الثالثه. خلونا نبدا بالحاله الثانيه. الحاله الثانيه لتشابه مثلثين. امتى بيحصل تشابه مثلثين؟ لو ما ادانيش مثلا زوايا، فممكن تلاقي ان المثلثين دول مديلك كل الاضلاع. بمعنى هو طبعا في السؤال في الامتحان يعني مش هيقولك ايه اصل هنا حصل تشابه بسبب كذا فحل على حسب الحاله الاولى او الثانيه او الثالثه، لكن انت اللي المفروض بتستنتج انا شغال انهي حاله. فلو لقيت نفسي مثلا الحاله الاولى كانت بتاعت زوايا صح، فلو لقيت انت هنا الاضلاع كلها معلومه اذا انت اكيد في الحاله الثانيه. فايه اللي بيعرفني ان انا موجود في الحاله الثانيه؟ هو ان انا بلاقي ان الاضلاع كلها معلومه. وركز في كلمه كلها معلومه اهي، كلها ايه؟ معلومه. طيب خليني افكرك بس في الاول ان الملف ده بالكامل هيكون موجود على جروب التليجرام، بسيب لك اللينك بتاعه في اول تعليق مثبت بحيث ان انت ما تكتبش اي حاجه، ركز بس معايا تركيز تام. طيب قلنا ايه؟ الاضلاع كلها بتكون ايه؟ معلومه. فلو الاضلاع كلها معلومه اشتغل الحاله دي لاثبات ان المثلثين دول متشابهان. بمعنى بشتغل حاله ايه بقى؟ قال لي اذا تناسبت اطوال الاضلاع المتناظره في مثلثين فانهما يتشابهان. هتقولي مش ده الشرط التاني بتاع تشابه المضلعات؟ اقول لك برافو عليك، ده فعلا الشرط التاني بتاع تشابه الايه؟ المضلعات. فاكرين شروط تشابه المضلعات كنا بنقول ايه؟ لازم يكون الشرطين معايا، ان الزوايا المتناظره متساويه، وانه كمان الاطوال الاضلاع المتناظره متناسبه. كانوا لازم الاتنين يتحققوا، ما ينفعش يبقى واحد فقط يتحقق والتاني ايه؟ ما يتحققش. لازم يكونوا الاتنين يتحققوا عشان اقدر ان انا اقول ان ده في تشابه ايه؟ للمضلعات. لكن في المثلثات لقينا ان الحاله الاولى اكتفت بس بالزوايا والحاله الثانيه اكتفت بس بالاضلاع. تمام؟ اكتفت بس بتناسب الاطوال الاضلاع. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا المفروض لو عملت النسبه ما بين ا ب على س ص تطلع هي نفس النسبه بتاعت ب ج على ص ع، تطلع هي نفس النسبه بتاعت اهي مثلا ندي مثلا ارقام ص ع مثلا، وليكن دي طلعت مثلا دي طلعت مثلا ايه؟ نص، ودي كمان طلعت مثلا نص، وكان كمان طلع معايا اخر واحده ايه؟ كان طلع معايا ا ج على س ع بنص. انا بقول لكم الاثبات بيبقى عامل ازاي. انا بطلع الثلاث نسب عادي خالص. بعد ما بطلع الثلاث نسب بيحصل ايه؟ بلاقي ان الثلاث نسب لو انا لقيت الثلاث نسب طلعت لي نفس القيمه، طلع لي نفس القيمه، فبقوم قايله بما ان انه ا ب على، نرجع بقى كده، يبقى بما ان كده انه الثلاث نسب دول كانوا متساويين اهي، الثلاث نسب يعني ا ب على س ص طلع بيساوي ب ج على ص ع، طلع بيساوي ا ج على س ع. اذا المثلثين ايه؟ متشابهان. بس كده خلاص، بس كده خلاص. تعالوا نشوف لان هو بالمثال اكتر الموضوع بيبقى واضح. عندي مثلثين اهو، قال ايه؟ ب ص ج على استقامه واحده. دي معلومه يعني ايه؟ اهي ب ص ج ماشي. وعندي المثلثين دول اول حاجه قال لي اثبت انه س ب ص بيشابه المثلث ا ب ج. فانا للوهله الاولى مش عشان انا لسه مديلك دلوقتي الحاله الثانيه فانت تقول يلا نشتغل بقى ايه؟ الاطوال والاضلاع. لا، انت لازم انت في الامتحان تحدد انا هشتغل بايه. انت لحد دلوقتي واخد ايه؟ حالتين. الحاله الاولى خالص كانت ايه؟ كانت لو انا عندي زاويتين فبكتفي بالزاويتين بس، خلاص كده يبقى اذا اكيد في تشابه. والحاله اللي احنا واخدينها دلوقتي اللي هي الثانيه دي تناسب الاطوال الاضلاع، فقلت لك ده وقتها بيدي لك كل اطوال الاضلاع ايه؟ معلومه. فببص كده هسال نفسي هل هي الحاله الاولى؟ هلاقي نفسي ده انا مش معايا ولا زاويه، اذا هي اكيد. ببص كده لقيت معايا كل اطوال الاضلاع، يبقى اذا مليون في المية انت كنت ايه؟ الحالة
التانية. برافو عليك. يبقى اذا بما ان الاطوال كلها انا بكتب لك كده كشرح، يعني الاطوال والاضلاع كلها او الاضلاع كلها معلومة، يبقى اذا انا هشتغل الحالة الايه؟ الحالة التانية اهي، عشان لما تيجي كمان تفتح البي دي اف تبقى انت ايه عارف، يعني كاني بشرح لك اهو وانت بتفتح كمان الملف. ماشي. هعمل ازاي بقى تناسب الاضلاع دي وانا مش شايف اصلا، مش يعني هحدد ازاي الاضلاع وده على ده وده على ده والكلام ده كله؟ هو اصلا مديلك ايه؟ مديلك انه في الاخر انت توصل للاثبات ده، اذا هو مرتبهم لك اصلا، فانت طلع منهم التناسب. طلع منهم يعني طلع ايه؟ س ب على ا ب، س ب على ا ب. ما تقولش بقى ان هو بيساوي ب ص على ب ج، ما تقولش كده، لا ده انا بطلع كل نسبة منفصلة. بعد كده بكتشف ان هما متساويين، اذا ان الاثبات ده صحيح. طيب نشوف تاني نسبة. تاني نسبة هتبقى ايه؟ ب ص على ب ج، ب ص على ب ج. واخر نسبة هتبقى س ص على ا ج، س ص على ا ج. هنشوف كل واحدة هتطلع بكام اهو. س ب، ببص كده س ب، فين س ب اهي؟ بكام؟ ب9. يبقى س ب ب9 كانت مقسومة على ا ب، ا ب ب12، يبقى 9 على ال12 اهي، 9 على ال12. انهم قايلين ببساطة ينفع تختصرها، ينفع 3 فيها 3 على 3 فيها ال4، يعني هتصبح 3 على 4، يعني الناتج بتاعي 3 على 4. يا مسهل، يا ريت كله يطلع 3 على 4 فاعرف اثبت ان المثلثين متشابهان. تمام، يلا بينا. ها، وطبعا طالما بيقول لي في السؤال اثبت ان، يعني ده في الاخر ده فعلا اللي هيحصل يعني. تمام. طيب نشوف تاني واحده تبقى ايه. قلنا ب ص على ب ج، ب ص اللي هي فين؟ ب ص اهي، ب ص 18 على ب ج اللي هي 18 زائد 6 يعني 24. يعني انت عايز 18 على 24؟ فهنقوم قايلين 18 على ال 24. برضو هنا ينفع اعمل اختصار، فهتبقى على ال6 فيها كام؟ على 6 فيها 3، على ال6 فيها ال4، اذا هتصبح معايا في الاخر 3 على 4. تمام. بعد كده اخر واحده هتبقى س ص على ا ج، هلاقي س ص فين؟ س ص اللي هي 13 ونص على ا ج اللي هي 18. تمام، يبقى 13 ونص على 18 برضو هتطلع نفس النسبه، 13 ونص على ال 18. نعمل كده بس على ال 18 تساوي في الاخر برضو نفس النسبة اللي هي 3 على ال 4 اهي، 18 اهي هتساوي 3 على 4. وقوم قايل له بقى كده، قوم قايل له ايه؟ بما ان، يبقى بما ان الثلاث نسب دول متساوية، نعمل كده ادي اهي، ادي النسبة الاولى وادي النسبة الثانية، ماشي، وادي النسبة الثالثة. ونركز في الخطوات عشان ده كمان سؤال مقالي، وكل خطوة ايه بدرجات. فانا قايل له بما ان انه كده اكتشفت ان ده بيساوي ده بيساوي ده، اذا المثلث هيكون ايه؟ بيشابه المثلث. ما تروحش بقى تتعب نفسك عشان تكتشف الترتيب والقصه دي كلها، انت عندك اهو مجهزها لك ايه اصلا. س ب ص اهو، س ب ص بيشابه المثلث ا ب ج، وخلاص على كده ا ب ج. تمام كده، يبقى احنا كده اثبتنا موضوع التشابه. طب ايه بقى قصه المطلوب التاني؟ تعالوا بس نصغر بس كده ايه الكلام ده عشان نقدر نكتب المطلوب التاني. المطلوب التاني بيقول ايه؟ عايز انه ب ج يثبت ان ب ج بتنصف الزاويه ا ب س. تعرف تقول لي ا ب س دي موجوده فين اصلا؟ عايز اصغر لكم دي شويه اهي، ونصغر الكلام ده، او مثلا نصغر دي كده شويه. ا ب س اللي هي الزاويه ا ب س اللي قدامنا دي اهي، ا ب س اللي هي الزاويه دي بالكامل. هو عايز ايه؟ عايز يثبت انه ب ج، فين ب ج دي؟ ب ج اهو، ب ج ده اللي هو ده بينصف الزاويه ا ب ج. معنى التنصيف ايه؟ معنى التنصيف ده معناه ان هو هينصفها، يعني هيقسمها لنصين متساويين. برافو عليك. الحته دي لوحدها انت تستنتج الحته الصغيره جدا دي هتخلي يتوفر عليك المساله. يبقى انت كده خلاص فهمت فكره المساله. ليه؟ لو انت عايز تثبت انه ب ج بتنصف ا ب س، فده معناه ان لازم اثبت انه ا ب ج بتساوي س ب ص، ان الزاويه دي بتساوي الزاويه دي. بس كده، بس كده. ها، فكر كده شويه ازاي اثبتهم. في ناس بدأوا يقولوا لي طب ما يمس اصلا ما احنا عرفنا موضوع التشابه، ما اكيد التشابه ده هيفيدني. ما هو انت عندك المثلثين دول خلاص بقى اصبحوا بيشابهوا بعض، يعني كل زاويه بتساوي الزاويه اللي هي النظره دي.
طب تعالوا نقرا كده الزاويه ايه. نلاقي هنا ان الزاويه ب في المثلث ده بتساوي الزاويه ب في المثلث ده، صح؟ ما كل زاويه المفروض س بتساوي ا، ب بتساوي ب، ص بتساوي ص، بس كده. يعني ب اللي انا عايزاها دي ده اهي، دي بتساوي ب دي بس طبعا محتاج ان انت تكتبها صح عشان ايه تفرق ما بين ب دي وب دي. هكتبها ازاي؟ يبقى احنا فهمنا من التشابه انه خلاص بما ان دي يبقى اذا ايه ده كده، نعمل دي كده. فهمنا من التشابه اصلا انه خلاص قياس الزاويه دي بتساوي قياس الزاويه دي، بس ما ينفعش اكتب ب، لان انا لو كتبت ب هيتفهم ب الكبيره، فانا لازم اميز له ايه دي وايه دي بالظبط. فهقراها ازاي؟ والله ممكن تقراها من هنا اصلا، تقوم قايل ايه؟ قياس زاويه س ب ص، زي دي بالظبط اهي، فعلا اهي من المثلث ده يعني فعلا. بص كده، س ب ص، تمام، بتساوي قياس زاويه، اقراها من هنا، ا ب ج. خلاص القصه انتهت. تعالى كده، ا ب ج، خلاص اتظبطت. يبقى بما ان يبقى اذا اللي بيحصل ان هم قايلين له ايه، طبعا لازم نكتبها قبليه، يعني نكتب قبليه كده بما ان هم ان المثلثين متشابهان، اذا القياس الزاويه دي بتساوي قياس الزاويه دي، والموضوع ايه انتهى كده خلاص. طيب بما ان القياس الزاويه دي بتساوي قياس الزاويه دي، اذا اكيد يبقى ب د، كانت ب د ولا كانت ايه؟ كانت ب ج. ب ج بينصف ا ب س، خلاص، لان بما ان دي بتساوي دي يبقى اذا خلاص هو فعلا نصفها، فبالتالي نتج عن التنصيف ده زاويتين متساويتان، تمام. طيب لسه لو الدنيا لسه مش مظبطه، ركز معايا في السؤال اللي بعده زيه بالظبط. بصوا نفس المطالب وكل حاجه، هنأكد بس على الفكره اكتر. تعالوا نشوف السؤال ده. عندي برضو ا ب ج مثلث ومديلي ايه البيانات بتاعته كلها، تمام. وبعد كده عايزني اثبت ان المثلث ا ب ج فين ده اللي هو ده بيشابه المثلث د ب ا اللي هو ده. اعمل ايه؟ ما تجريش برضو تقولي يلا هنشوف الموضوع الاضلاع، لا ثواني، حدد انت حاله ايه اصلا، هل انت الحاله الاولى ولا الحاله الثانيه؟ ففي ناس قالوا لي ايه، لا ما خلاص يا ناس اصلا ما فيش ولا زاويه، خلاص يبقى انا مليون في الميه الحاله الثانيه. وكمان ايه، انا دلوقتي عشان لما نيجي ناخد الحاله الثالثه ما تتلخبطش، انا دلوقتي معايا كل الاضلاع، فطالما معايا كل الاضلاع يبقى انا مليون في الميه الحاله الايه الثانيه. هعمل ايه بقى؟ هجيب كل ايه نسبه ما بين كل ضلعين. طب هعرفهم منين الضلعين دول المتناظرين دول؟ هعرفهم عادي من التناسب ده، انهم قايلين ا ب، او من التشابه ده ا ب على د ب، المفروض وكان معايا ب ج على ب ا، واخر واحده ا ج على د ا اهي، ا ج على د ا هتساوي ا ب على د ب. ا ب بكام؟ انهم قايلين ا ب ب6، د ب بكام؟ د ب فين د ب؟ د ب ب4، 6 على 4 يعني على الاتنين فيها التلاتة، على الاتنين فيها على طول نكتبها بقى، على الاتنين فيها التلاتة، على الاتنين فيها الاتنين، خلاص. طب واللي بعده ب ج على ب ا، ب ج بكام؟ ب ج ب9 على ب ا ب6، خلاص يبقى 9 على 6. نفس الكلام على التلاتة، نفس القصة بالظبط، على التلاتة فيها التلاتة، على التلاتة فيها الاتنين. اخر واحدة ا ج على د ا، ا ج على د ا اهي، يعني 7.5 على 5. نعمل كده 7.5 على 5، نرجع كده تطلع معايا نفس النسبة 7.5 على 5، برضه تطلع معايا بكام؟ ب3 على 2. فبقوم كاتباله كده. اذا بما ان التلاتة دول متساويين يبقى اذا اكيد ايه، بما ان التلات نسب طلعت معايا متساوية يبقى اذا المثلثات اكيد ايه متساوية. يبقى بما ان ناخد بقى النسب كده سريعا اهو، ادي النسبة الاولى، ادي النسبة التانية، وادي النسبة التالتة. بما ان التلاتة دول ايه متساويين اهو، نقرب كده، بما ان ده بيساوي ده بيساوي ده، اذا المثلث بيشابه المثلث. هاخد الرموز منه بالظبط، ا ب ج ود ب ا، خلاص كده. دي كده اول مطلوب بالنسبه لي. تاني مطلوب زي المره اللي فاتت بالظبط، تاني مطلوب هنعمل ايه؟ عايز ب ج بينصف، نرجع ده بس كده، بينصف الزاويه. ماشي، نعمله ازاي اهو، ب ا قصدي.
عشان ب ألف ينصف د ب ج، د ب ج دي اللي هي دي كلها، فاحنا عايزين ب ألف ينصفها. فعشان طالما هو هينصفها يبقى لازم اثبت ان ايه، ان الزاويه دي بتساوي الزاويه دي. لو اثبتت ان الزاويه دي بتساوي الزاويه دي اذا اكيد حصل عمليه تصنيف او تنصيف قصدي. تمام. نثبت ازاي ان الزاويه دي بتساوي الزاويه دي؟ هيفيدني مليون في المية موضوع الايه، موضوع التشابه. نرجع كده موضوع التشابه، هاخد نفس ده الكلام ده بالظبط، بس بدل ما هو كان اذا هنقوم عاملين ايه، بما ان اهو، نقوم عاملين بما ان في تشابه، خلاص انا اثبته. بما ان المثلثين دول متشابهان فايه اللي هيحصل، كل زاويه هتساوي الزاويه المقابله ليها. لو لاحظنا هنلاقي دي الزاويه ايه، نرجع، دي الزاويه ب ودي الزاويه ب، صح؟ يبقى فعلا ابص كده الاقي فعلا ان الزاويه ب دي بتساوي الزاويه ب اهي، الزاويه دي من ب من هنا بتساوي الزاويه ب دي، فعلا دي المقابله ليها. طب هقراها ازاي عشان هي موجوده في كل مثلث؟ هقراها اقوم قايله له اذا قياس زاويه، نفس الكتابه بالظبط، ا ب ج بتساوي قياس زاويه د ب أ. نشوفها كده، أ ب ج فعلا اهي بتساوي د ب أ فعلا برضو، يبقى فعلا انا قريت الزوايا كده صح. بما ان القياسين دول متساويان اذا اقوم قايله بقى كده يبقى ب أ اكيد كان ينصف الزاويه د ب ج. فهمت كده؟ تمام. نشوف السؤال اللي بعده ونشوف اللي هي بقى ايه الحاله الثالثه وندخل على بقيه الاسئله. الحاله الثالثه بقى هتلاقيها مشكل. يعني ايه؟ احنا خدنا مره الزوايا، عندي زاويتين، كان مثلا ايه اول حاله انا مش محتاجه 3 زوايا، هو يكفي زاويتين، كنت حاطه كاتبه لك كلمه يكفي زاويتين. والحاله الثانيه ان لازم يكون عندي كل الاضلاع عشان اقدر ان انا اشتغل. طب ماذا لو انا كان عندي ضلعين؟ تمام، يعني تناسب، تعالوا بقى نقراها كده. اذا طابقت زاويه، خد بالك قال لي ايه، زاويه واحده يعني من مثلث زاويه من مثلث اخر. يعني كان معاك مثلا وليكن قياس زاويه، مثلا في المثلث الاولاني قياس زاويه أ كانت بتساوي قياس زاويه س من المثلث الثاني. تمام. وكان احنا محتاجين احنا نرسمها، تعالوا نرسمها كده سريعا. ادي المثلث الاولاني وادي المثلث الثاني. طبعا اهو نقوم قايلين ايه، ادي المثلث الاولاني مثلا ا ب ج، المثلث الثاني نفس الكلام س ص ع. فلو احنا قلنا ان كان قياس زاويه ا بتساوي قياس زاويه س، ماشي. وايه كمان، هل كمل معايا زوايا؟ لا، وقال لي وتناسب اطوال الاضلاع التي تحتويها هاتان الزاويتان. يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني عارف الاضلاع اللي ماسكه الزاويه، اللي ماسكه الزاويه دي واللي ماسكه الزاويه دي، تعالوا كده نشوف. هنلاقي ايه، الضلعين اللي ماسكين الزاويه ا هما مين ومين؟ هتلاقوا هي الضلع ا ب والضلع ا ج، صح؟ دول اللي ماسكين، اللي هما بيقول لك ايه، الضلعين او الاضلاع التي تحتويها هاتان الزاويتان. يعني من الاخر كاني بقول لك ايه، كاني بقول لك انا عايزه الضلعين، اي ضلعين وزاويه محصوره بينهم، شايف كده ضلعين اهو وزاويه ما بينهم. تمام. اول كلام بالعكس، ان انا عندي عايز ايه، عايز الزاويتين والضلعين اللي بيحصروا او قصدي الزاويه والضلعين اللي بيحصروا هذه الزاويه. ده نفس المعنى وده نفس المعنى. نفس الكلام هنا، قال لي الضلعين اللي بيحصروا هذه الزاويه، او نعمل ادي اول ضلع وادي كمان تاني ضلع هنا اهو، ونفس الكلام هنا نعمل برضو الضلعين دول. فقال لك ايه بقى، قال لك ان انا لازم يكون عندي اولا القياس الزاويه دي بتساوي قياس الزاويه دي، وان الضلعين اللي بيكونوا بتحتويها هاتان الزاويتان يكونان ايه، يكونان متناسبان. متناسبان يعني ايه؟ يعني لو جبت التناسب بينهما يطلع بيساوي بعضه. بمعنى مثلا تجيب مثلا دي 5 مثلا، ودي مثلا تبقى 10 مثلا، ودي مثلا تبقى 4 ودي تبقى 8. فانت لو انت فعلا عملت 5 على 10 هتساوي نص، 4 على 8 هتساوي برضو ايه، برضو نص. لو حصل التناسب ده يبقى ده اسمه تناسب ما بين ضلعين اللي بيحتوي الايه، الزاويه دي. اذا انت كده في شرط ايه تحقق، محتاج كمان شرط كمان يظبط معاك. ايه هو الشرط؟ ان يكون قياس الزاويه ا بتساوي قياس الزاويه س. لو ظبط الاثنين دول يبقى اذا كده عندك خلاص المثلثان متشابهان. تعالوا نشوف مثال عشان الموضوع يوضح اكتر. تعالوا نشوف كده كتبناها ازاي كده سريعا قبل ما نحل. هنلاقي ايه، هنلاقي هو في تناسب ما بين ضلعين متناظرين، في تناسب ما بين ضلعين متناظرين، وفي زاويه، الزاويه المحصوره ما بين الضلعين دول وما بين الضلعين دول طلعوا ايه، متساويين كمان. تمام كده.
فتعالوا بقى نشوف مثال عشان الموضوع يوضح. نشوف السؤال ده بيقول ايه. عندي السؤال اللي قدامي دي وادي الرسمه بتاعته، اثبت ان المثلثين دول ايه متشابهان. ماذا افعل؟ ببص كده هلاقي نفسي، هل انا الحاله الاولى طب ما فيش ولا زاويه اصلا. فانت مثلا لو انت او انا عندي زاويه، بصراحه عندي زاويه واحده اللي هي ايه زاويه الراس دي، فماشي دي زاويه مشتركه. طب انت معاك لو معاك زاويه كمان اقدر اشتغل الحاله الاولى. فكر كده شويه هلاقي مش معايا ولا زاويه. عارفين لو كان عامل لي رمز مثلا هنا نقطه وهنا نقطه، او هنا مثلا كده علامه وكده علامه يفهمني بس ان الزوايا دي متساويه، كان زماني اشتغلت الحاله الاولى وخلاص. لكن ما عمليش اي حاجه، يبقى اذا هي مش الحاله الاولى. طب هل هي الحاله الثانيه؟ ببص كده لقيت مش كل الاضلاع موجوده. يعني الضلع ده فين والضلع ده فين، اذا مش كل الاضلاع موجوده. اذا ما قدامكش غير ايه بقى؟ ان يكون عندي الحاله الثالثه اللي هي بتاعه زاويه وضلعين، ماشي، وتناسب بين الضلعين. فببص كده لقيت ايه الضلعين الموجودين عندي؟ والله انا عندي ايه الاضلاع اللي هي موجوده دي، اللي هي دي ودي، صح؟ والزاويه اكيد هي اللي ما بينهم ايه، هي دي. فبص يبقى اذا في المثلث هو بيقول لي ما بين المثلث ايه وايه، الف د ه اللي هو ده، والمثلث الف ج ب اللي هو الكبير. تمام. هلاقي اول حاجه الزاويه المشتركه ايه، الزاويه المشتركه الف. يبقى اذا كده اولا هي زاويه الف هي بتكون ايه، او الزاويه الف اهي، الزاويه الف بتكون ايه، زاويه اسمها زاويه راس مشترك، راس مشتركه او مشترك. تمام. يبقى انا كده معايا شرط الاولاني اللي هو الزاويه مشتركه. ايه تاني؟ عايزه التناسب بقى. طب اعمل التناسب ازاي؟ هاخد برضو من هنا، هغشها من هنا، يلا بينا. بس لما تيجي تاخد طبعا انت لازم تكون حاجه معلومه. فمثلا الف د على الف ج، هل هي معلومه؟ تروح تشوفها كده، الف د على الف ج، معلومه فعلا. الف د بكام؟ ب3، والف ج بكام؟ دي كلها ب6، يعني تطلع معايا في الاخر بنص. طب وايه كمان؟ هلاقي عندي د ه على ج ب، لا طبعا مش معلومه ولا معلومه. وفي حاجه تانية اصلا غير انها دي مش معلومه ودي مش معلومه، ان انا قلت لك ايه، لازم يكون انا عندي تناسب الاضلاع، الضلعين اللي بيحتووا الزاويه. فلو عندي الزاويه الف دي يبقى دي الضلعين بتوعها، سواء في المثلث الكبير او المثلث الصغير، صح؟ يبقى فعلا انا ماليش علاقه بالضلعين دول، يعني مش هيفرق معايا الموضوع ده. انا محتاج تناسب ايه، الضلعين اللي بيحصروا هذه الزاويه. طب تعالوا نشوف بقى اللي بعدها. هنلاقي ايه؟ طب ماشي ده اله وج ب ما ظبطتش، يبقى الف ه على الف ب، الف ه على الف ب. هلاقي الف ه عندي ب. طب الف ه بكام يا مس؟ مش عندي. لا ليه بقى؟ ده انت عندك دي كلها ب6 ودي 2، يبقى دي كام؟ يبقى دي 4. الف ه ب4، الباقي من ال6. ماشي، يبقى 4 على الف ب اللي هي ايه، كاتب لي اهي ب8، تطلع معايا برضو بايه، بنص. واقوم كاتب له بقى بما ان ده اهو خلاص، بما ان خلاص انت كاتب ده كله، بما ان اهو، بس هيتكتب ايه في الاخر؟ بس ان ده طلع بيساوي ده، لان كده الزاويه اتكتبت في الاول. يبقى اذا كده عندي الف د على الف ج بتساوي الف ه على الف ب. خلاص اذا كده انت المثلث الباقي اللي هو اللي احنا قلناه ده الف د ه بيشابه المثلث الف ج ب. انتهى الموضوع. تمام. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. عندي المثلث ده برضو وعندي ايه، وعايزني الاول اثبت ان المثلثين متشابهان، وبعد كده ايه، نجيب ان الشكل ده او نثبت ان الشكل ده رباعي دائري. هنشوف بقى قصه الرباعي الدائري دي كمان شويه، هي حته تراكمي بس بسيطه يعني مش صعب، هفكرك بيها لما نيجي نحل تاني واحده. طيب اول واحده عايزين ايه، عايزين اثبات. هفكر اول حاجه زوايا، لا مش نافعه، يعني في زاويه واحده بس مشتركه اللي هي ايه ب، بس ما عنديش زاويه كمان، ماشي مش نافعه. هل الاضلاع كلها؟ لا برضو. ليه؟ مش كل الاضلاع معايا، اللي هي بتاعت الاضلاع يعني اللي هي الحاله الثانيه، مش كل الاضلاع معايا، فاذا مش نافعه. طيب الحاله الثالثه كان ايه؟ كنا قلنا ان هي بتبقى زاويه وضلعين، تمام، تناسب ضلعين يعني. طيب متناظرين طبعا، فطبيعي باين قوي ان هي الزاويه دي والضلعين اللي هيكونوا ايه، اللي بيحتووا هذه الزاويه اللي هي الضلع ده والضلع ده، سواء في المثلث الكبير او الصغير. فاول حاجه هقول ايه، ان الزاويه دي اصلا ايه، راس مشترك. يبقى اذا الزاويه ب دي هي راس مشترك، ماشي، زاويه راس يعني ايه، مشتركه او مشترك. يبقى دي اول حاجه. تاني حاجه عايزه التناسب. هاخد التناسب منين؟ هاخده من الاثبات اللي هو كاتبهولي. فلو خدت د ب على ج ب اتاكد ان هم معايا اصلا، د ب ب3. طيب وج ب، ج ب ده كله 9، يبقى اذا معايا. تمام. يبقى قلنا ب د
او د ب اهي على ج ب على ج ب هتساوي 3 على 9، اذا بتلت. طيب واللي بعده ايه؟ هنلاقي ان اللي بعده ب ه على ب الف، يبقى ب ه على ب الف، بس اتاكد الاول ان هما معاك. هتلاقي ب ه فين؟ ب ه اللي هي 2 وب الف اللي هي كل دي اللي هي كام؟ 6 سنتي. يعني 2 على 6 سنتي يبقى كده ب ه على ب الف هتساوي اهي 2 على 6، يعني فيها التلت برضه. ماله ايه؟ اذا كده عندي د ب على ج ب بتساوي ب ه على ب الف. يبقى ده حضرتك الشرط الاول وده الشرط الايه التاني. الشرطين اهو ايه معايا. يبقى خلاص اذا المثلث بالنسبه لي كده خلاص القصه انتهت. اذا المثلث ده بيشابه المثلث ده. كان الرمز الاولاني د ب ه والتاني ماشي د ه ب، والرمز التاني كان ج ب الف. خلاص القصه كده انتهت. طيب ايه تاني حاجه؟ نعمل تاني حاجه بقى بتاعت الرباعي الدائري. نشوف بقى فكره الرباعي الدائري دي. هي فكره مش جديده عليكم، خدتوها قبل كده في اعدادي. تعالوا بس ايه نفتكر كده سوا كنا ازاي بنثبت موضوع الرباعي الدائري. اهو نمسح بس ده كده عشان الموضوع ماشي. الرباعي الدائري هقرا الاول الرمز بتاعه ا د ه وه ج اهو، يعني هو ده هو ده. مثلا ممكن اعمله مثلا بلون ولا حاجه عشان يبقى واضح بالنسبه لكم. اهو ده تمام. عايز اثبت ان هو رباعي دائري. كنا بنثبت ازاي ان الشكل اللي قدامي ده رباعي دائري؟ مثلا كان يبقى عندي مثلا لو كان اعمل لك حاجه شبه كده ويعمل هنا مثلا خط كده ونقوم قايلين ايه؟ لو الزاويه دي طلعت هي نفسها الزاويه دي يبقى اذا الشكل اللي قدامي ده ايه؟ رباعي دائري. بس طبعا لازم يكونوا الزاويتين دول على نفس القاعده. ده كان حاجه تمام. دي كانت حاجات بتثبت. هل ده اصلا عندك ولا عندك خطوط ولا عندك اي حاجه من الحاجات دي في الرسمه؟ لا طبعا. فاذا ده مش نافع. كمان ان يكون كل زاويتين قصاد بعض يكونوا ايه؟ مجموعهم ب 180. هل ده قدامك؟ لا برضه، انت اصلا مش معاك ولا زاويه ولا اي حاجه من الحاجات دي. طيب اخر واحده كانت ايه؟ تالت واحده ان يكون عندي الزاويه الخارجه بتساوي الزاويه المقابله للداخله لها. يعني ايه للداخله لها؟ تعالوا نشوف ايه القصه دي. يعني الزاويه الخارجه وليكن مثلا الزاويه ه دي، فدي خارجه عن الشكل الرباعي. فلو هي طلعت بتساوي، هل الداخله يعني ايه الداخله؟ يعني دي؟ لا، ده القاعده بتقول لي ايه؟ مش الداخله، المقابله للداخله. فين المقابله للداخله؟ اهي اللي هي دي. فقال لي لو الزاويه الخارجه طلعت بتساوي الزاويه المقابله للداخله لها، يعني لو دي طلعت بتساوي دي، اذا الشكل ده رباعي دائري. فحد تاني قال لي طب ما يمس برضه، ما لو طلعت دي د بتساوي دي، نرجع كده بتساوي دي، يبقى اذا الشكل الرباعي دائري. يا تثبتها من هنا يا تثبتها من هنا، الاثنين صح تمام. يا تثبتها من الزاويه الخارجه دي او تثبتها من الزاويه الخارجه دي، المهم انها بتساوي الايه؟ هل الداخله بتاعتها؟ لا، بتساوي المقابله للداخله لها. يعني لو انا هشتغل دي مثلا فمش بتساوي دي، لا بتساوي ايه؟ المقابل ليها. فين المقابل ليها؟ اللي هي دي. يبقى اذا المفروض تساوي المقابل ليها اللي هي دي. لو انت اثبتت ان دي بتساوي دي اذا هتكون رباعي دائري. طيب تعالوا نشوف هل هنعرف نثبتها ازاي. في ناس بدات تقول لي يا مس سهله جدا. ليه؟ ما انا خلاص اثبتت ان المثلثين اصلا ايه؟ متشابهان. فتلقائي الزاويه دي بتساوي الزاويه دي. عرفت منين؟ ما دي زاويه ه، ادي ه اهي، المقابله ليها فين؟ الف. القصه انتهت صح. طب حد غيري مثلا اشتغل ايه؟ اشتغل د، قال مثلا هثبت ان د هي اللي بتساوي ج. ماشي، تعالى نشوف د. هنلاقي فعلا د، نرجع كده هنلاقي فعلا د المقابله ليها فين؟ ج. يعني القصه خلاص منتهيه. بس لازم توضح له ان دي خارجه، ان دي زاويه ايه؟ خارجه. فنقوم قايلين ايه مثلا؟ ادي اهي كده، دي كده قلنا هتساوي دي. يبقى نقوم قايلين بما ان المثلث يشابه المثلث ايه بقى؟ د ب ه، د ب ه يشابه المثلث ج ب الف. اذا نكتب بقى الزوايا. هتكتب الزوايا ازاي؟ هتلاقي ه بتساوي الف. طبعا ه ما ينفعش اكتبها ه عشان لازم ان انا اميزها له ان دي ه اللي جوه، مش ه اللي هي ه دي، مش ه التانية. فلازم اكتبها له بالرموز بتاعتها اللي هي تتقرا ازاي؟ ب ه د مثلا. يبقى دي كده قياس زاويه ب ه د بتساوي قياس زاويه المفروض الف. هل الف محتاجه تمييز ولا انا لو قلت الف هيعرفها؟ هيعرفها. يبقى خلاص اكتب له قياس زاويه الف. خلاص
بما ان المثلثين متشابهان قلنا انه ايه، ان الزاويه دي بتساوي الزاويه دي. طيب وبعدين هنلاقي كمان لازم نوضح له ان دي زاويه خارجه. مين الزاويه الخارجه؟ طبعا ب ه د. طب ليه مش اللي هي اللي داخله؟ لان دي خارجه عن الايه الشكل الرباعي، فبنسميها الزاويه الخارجه. تمام. يبقى بوضح له كمان وان قياس او ان الزاويه ب ه د دي كانت زاويه ايه خارجه عن الشكل الرباعي، ونقوم كاتبين رمز الشكل الرباعي عن الشكل الرباعي اللي هو ايه بقى، اللي هو كان أ د ه ج. أ د ه ج. يبقى بما ان اهو ه ج، يبقى قلنا ايه، بما ان ده كده خلاص، اذا فعلا الشكل أ د ه ج شكل رباعي. خلاص القصه انتهت اهو. تمام. بس خلاص كده يبقى انا بوضح له ان الزاويتين دول متساويين، وبوضح له ان انا فاهم انه الزاويه دي زاويه خارجه عن الشكل الرباعي، يبقى اذا الشكل ده فعلا رباعي. طبعا الرباعي دائري، نكتب رباعي دائري، مش رباعي عادي، ده رباعي دائري. تمام. نشوف السؤال اللي بعده. نشوف السؤال ده بيقول ايه. بيقول اذا كان عندي ايه برضو الشكل اللي قدامي ده، اثبت ان المثلثين دول متشابهان وعايز طول د ه. طيب اعمل ايه؟ هثبت ازاي ان المثلثين متشابهان؟ نفس القصه بالظبط، بس لوهله سريعه كده ببص لقيت ايه، هل معايا كل الاضلاع؟ ففي ناس اتخدعت قالوا بس هل انت معاك د ه؟ ما هي د ه دي ضلع في المثلث ا د ه، فلازم يبقى عندي د ه، فانت مش معاك. على الرغم ان انا معايا شفتوا بقى كام، 5 اضلاع، بس ناقصك ضلع واحد ويبقى معاك ال6، بس هتضطر ان انت ما تاخدش الحاله بتاعت الاضلاع دي. طب هل الزوايا؟ لا. يبقى اذا اكيد هي موضوع ايه الحاله الثالثه. وفعلا انا اول حاجه هقوم قايله قياس زاويه ا، زاويه ايه دي كانت زاويه راس اهي مشتركه، يبقى دي اول حاجه. بعد كده هلاقي ايه، بعد كده بلاقي بعمل بقى النسب. ا د على أ ج موجودة ولا مش موجودة؟ هلاقي أ د موجود. أ د على أ ج. أ د اللي هي كام؟ 3 وأ ج 6، يبقى 3 على 6. 3 على 6 يعني فيها النص. بعد كده عندي هنجيب د ه على ج ب. د ه مش موجودة أصلا. طب وب ج وج ب ب12. طب استنى دلوقتي، احنا لسه دلوقتي بنثبت، يبقى مش هنستعملها. هنستعمل حاجة معلومة كمان، أ ه على أ ب. أ ه على أ ب كلها، يبقى 4 على 8 فيها برضو النص اللي هي أ ه. نرجع كده على أ ب، ماشي. أ ه على أ ب قلنا في الآخر بكام؟ 4 على 8، يعني برضو فيها النص. نقوم كاتبين له كده بما ان بقى ان الاتنين دول متساويين، اذا خلاص بقى انت ايه، بما ان ده بيساوي ده اهو، ده طلع بيساوي ده، يبقى اذا خلاص المثلثين، المثلث ده بيشابه المثلث ده. المثلث الاولاني كان رمزه ايه؟ هنلاقي ان المثلث الاولاني رمزه أ د ه. ماشي نرجع كده، احنا رحنا فين اصلا اهي، أ د ه. والمثلث التاني أ ج ب تقريبا، أ ج ب فعلا. خلاص المثلثين كده متشابهين. طيب خلاص اول مطلوب خلاص عملته. طب تاني مطلوب ايه؟ عايز د ه. د ه طب ما انت معاك ب ج صح، ومعاك النسبة في الاخر النهائية بتساوي كام اهي. ما احنا عارفين ان خلاص طالما ده بيساوي ده، يبقى اذا ما ده بيساوي 3 نسب اصلا. النسبة التالتة كانت ايه؟ اللي هي د ه على ج ب صح، اللي احنا اصلا كانت عشان د ه مجهولة فانا ما استعملتهاش، لكن طالما انا اثبتت دلوقتي التشابه يبقى خلاص ال3 نسب دول متساويين. طيب ما النسبتين دول كانوا بيساووا ايه؟ كان بيطلع لي نص، وانت معاك ج ب. اعرف اعمل طرفين في وسطين طبعا، يبقى ده اللي هي على ج ب. ج ب اللي هي بكام؟ المفروض ده كله بيساوي نص. ج ب اللي هي ب12، يبقى نمسحها كده ونشيل 12. اعمل طرفين في وسطين، يبقى كده ده اللي هي بتساوي ده اللي هي في 2 على 12. في قصدي ايه، واحد بتساوي قصدي 12 في 1 يعني 12، يعني ده اللي هي بتساوي 6. وكان ممكن كمان نعمل طرفين في وسطين على طول، اللي هي ايه 1 في 12 على 2 فيها 6. خلاص القصة انتهت. يعني ده اللي هي طلعت بكام؟ ب6. نشوف السؤال اللي بعده. شوية بقى اسئلة اختياري كده ونشوف فيها القصة عاملة ازاي. في الشكل المقابل عايز صاد. صاد دي فين اهي، اللي هي الضلع كام، يعني اللي هو الضلع ده اللي هي اصلا. طيب عايزين ده اللي هي، نجيب ده اللي هي ازاي؟ ببساطة هشوف برضو تاني لازم نبص تاني سريعا.
هل معاك كل الزوايا او زاويتين قصدي؟ لا، يبقى مش الحالة الاولى. هل معاك كل الاضلاع؟ لا، اذا كان في ضلع اصلا هو ناقص هو عايزه، يبقى 100% هشتغل الحالة الايه التالتة. طبعا ده سؤال اختياري، انت مش رايح تثبت، فاذا هو طالما اختياري يبقى في حالة تشابه 100% خلاص. تمام، انت مش رايح تثبت، يبقى هو طالما جايب لك صاد ده معناه ان كان في تشابه ما بين المثلثين. ماشي، فانا عايز دلوقتي صاد. دلوقتي ايه المشكله بقى؟ المشكله ان هو مش جايب لك، ان احنا كنا دايما بنستنتج النسب من الرمز اللي هو كاتبه ده. هو بيبقى كاتب لي رمز، فانا بقوم قايل له ايه؟ الف د على الف ج بتساوي د ه على د على ج ب بتساوي الف ه على الف ب. طب في حاله ان انت كده انت مش عارف مين على مين مين على مين والكلام ده كله، فاحنا بنبقى عارفين طالما هو سؤال اختياري اهو وجايب لي وعايز الصاد، فالمنطقي انه حصل تشابه ما بين المثلثين، فلازم النسب تصبح متساويه. فانت بتجرب بقى، بجرب اولا احنا قلنا حاله ثالثه صح؟ فحاله ثالثه معناها ايه؟ معناه ان انت اولا بتفكر في ان انت معاك زاويه اهي والضلعين دول معلومين، وفعلا الضلعين دول معلومين، يبقى اذا انت هتطلع النسبه منهم. طيب تعالوا نطلع النسبه ما بينهم. هم قايلين مثلا ايه؟ انا لو خدت الضلع ده اللي هو ب د على اللي هو من المثلث الصغير على ب ا، يبقى ب د على ب ا هتساوي كام؟ تساوي 3 على 6، يعني فيها النص. طيب ولو الناحية التانية هلاقي ب ه على ب ج، ب ه على ب ج هتساوي 2 على 9. دي طلعت لا تساوي دي، اذا حصل كده تبديلة. هو ده حلك بقى. على فكرة دي ليها طريقة سريعة، دي ليها، بس انا بعودك ليه بالطريقة دي الاول؟ عشان في مسائل كتير قوي مش هتجيلك نفس الشكل ده يعني، فمش هبقى بحفظك شكل واحد وخلاص، وايه في اشكال تانية اصلا. لازم تبقى انت عارف ان انت في لازم تجرب فعلا بايدك وانت اللي تطلع النسبة المظبوطة. طالما النسبة طلعت بايظة مش متساويين وانا متأكد ان خلاص في تشابه، يبقى حصل كده ايه؟ يبقى انت كده قسمت على مثلا ايه الاضلاع دي مش اضلاع متناظرة، فبالتالي انت كنت قاسم ب د على ب ا صح؟ لا اقسمها بقى على ايه؟ على ب ج. وانت مش قدامك غير انك تقسمها، ما احنا في الحاله الثانيه بقى، ما انت مش قدامك ان انت غير ان انت تقسمها يا اما على ب ا يا اما على ب ج. فانا قسمتها على ب ا ما ظبطتش، يبقى اقسمها على ايه؟ على ب ج. تعالوا نقسمها على ب ج اللي هي بكام؟ ب9، يعني بدل ال6 دي تبقى 9 فتصبح تلت. طيب والثانيه خلاص بقى، ما هي كانت على ب ج، كانت ب ه على ب ج، هخليها ب ه على ايه؟ على ب ا. فهو جرب على ب ا هتساوي 2 على 6 بكام؟ بتلت. ظبطت. طالما ظبطت يبقى دي الاضلاع فعلا المتناظره، وانا كده ماشي تمام. ماشي خلاص كده انت كده طلعت النسبه. يعني ده معناه انه ده على ده طبيعي هيديني نفس النسبه، يبقى صاد على 9 هيديني نفس النسبه اللي هي ايه؟ نص. في حد كان قبل كده سألني قال لي يا مس ليه عملتها صاد على 9 ما عملتهاش 9 على صاد؟ فقلت له ايه؟ قلت له احنا شغالين النسب عشان نطلع النسب، اصلا اشتغلنا الاضلاع بتاعت المثلث الصغير على المثلث الكبير صح؟ يعني انت وانت بتطلع النسب كلها كنت بتاخد الصغير الاول على الكبير، فلما تيجي تطلع حتى النسبة المجهولة هتاخد الصغير الاول على الكبير، لان في الحالة دي هي اللي طلعت لك النص. ماذا لو انت عكست؟ فانت كده هتبوظ. هي دي مش نص على فكرة، دي تلت. تمام، دي تلت اهي، النسبة كانت تلت. تمام. طيب ماذا لو انا عكست مثلا، او جبت مثلا عملتها 9 على الصاد، 9 على الصاد، فهي تبقى غلط، مش تبقى بتلت، هتبقى كده ب3. تمام. يعني انت لو كنت بادئ حتى المسألة في الاول خالص، رحت انت عامل ب ا على ب د، او قصدي مش ب ا على ب د، احنا كنا عاملين كده ايه؟ ب ج على ب د، صح كده؟ ب ج على ب د. حلو. فكان هيساوي دي ب ج، فكان هيساوي وقتها 3. فوقتها هتكمل بنفس النمط، تقوم قايل له ايه؟ ج ا على ه د، طالما انت اشتغلت كبير على صغير. لكن لو انا بدات المساله اصلا صغير على كبير، يبقى كمل المساله كلها صغير على كبير عشان النسبه معاك تبقى طالعه ايه؟ مظبوط. ماشي. يبقى دي كده كام؟ اصل دي كانت بتلت ودي كانت بتلت، ففي الاخر النسبه هنا معايا برضو بتلت. خلاص كده هتعمل ايه؟ طرفين في وسطين، يعني كده الصاد هتساوي كام؟ 9 على 3، يعني فيها ال3، يعني الاجابه رقم د. تمام كده.
فراعي جدا كويس جدا ان انت تشتغل ايه الصغير على الكبير والكبير على الصغير وكده. لو اشتغلت دي او اشتغلت دي كمل المسألة بالكامل على الصغير. يعني ايه الصغير على الكبير او الكبير على الصغير؟ يعني بدأت بالمثلث الصغير ثم تحت كان ايه المثلث الكبير، او لو انت عملت العكس حطيت الاضلاع بتاعت المثلث الكبير فوق ثم الاضلاع بتاعت المثلث الصغير تحت، فكمل المسألة كلها بنفس النمط عشان ما يحصلش غلط عندك. تعالوا نشوف السؤال ده. بيقول ايه؟ بيقول النسبة ما بين محيطي المثلثين، المثلث الاولاني ا د ه والمثلث الثاني ا ب ج هو ايه؟ طبعا طالما هو طالب نسبة ما بين محيطين فطبيعي يبقى كان في تشابه، صح؟ لان اصلا خدنا قبل كده في درس تشابه المضلعات ان النسبة ما بين المحيطين بتديني ايه؟ يعني لو انا عندي محيط مثلا على اي محيط تاني يبقى هيساوي ايه؟ هيساوي اي ضلع، تمام، على نظيره، صح؟ او مناظره، او نظيره، اي حاجه على الضلع ايه مناظره او ايه نظيره، تمام. يبقى كده ايه؟ يبقى انا عندي لو عندي محيط على محيط يديني نفس النسبه بتاعت لو انت عملت ضلع على مناظره بس. خلاص القصه انتهت. تعالوا نشوف دي هتعمل ازاي بقى. نرجع كده، هقوم قايل مثلا ايه الضلع على نظيره. طب اعمل ازاي الضلع على نظيره؟ هقوم قايل ببساطه لو انا عملت ا ه على ا ب فهتبقى 3 على 8. هل هتطلع لي نفس النسبه بتاعت ا د؟ نرجع كده، بتاعت ا د على ا ج اللي هي 4 على 6. لا طبعا، صح؟ دي اصلا ملهاش فك خلاص، 3 على 8 ملهاش فك، ودي هتبقى على الاتنين فيها الاتنين وهنا على الاتنين فيها الايه التلاتة. يبقى اذا مش متساويين، يبقى اذا انت كده لخبطت. نقوم جايين تاني كده، احنا كنا قاسمين ايه؟ قسمنا التلاتة على ده، صح؟ لا هاخد بقى المرة اللي جاية ايه الضلع ده، يبقى هتبقى 3 على 6 تطلع بنص، وهنا هتبقى 4 على الضلع ده بقى اللي هو 8. 4 على 8 فعلا ظبطت فعلا بنص. خلاص طالما ظبطت يبقى دي كده كانت الاضلاع المظبوطة. ماشي. انا ليه بعمل ده كله؟ عشان النسبة ما بين اي ضلعين دول اي ضلعين بس هي نفسها النسبة ما بين الايه المحيطات. يعني النسبة ما بين المحيط الاولاني اللي هو محيط المثلث الاولاني ا د ه الى محيط المثلث التاني ا ب ج هتساوي. وركز جدا في حتة ايه بيقول لي ايه النسبة ما بين المحيطين. ركز في الترتيب، هو قال لك انهي الاول ا د ه، اذا ده اللي هيتكتب فوق ثم ا ب ج، يبقى اذا ده اللي هيتكتب تحت. فلذلك لما تيجي تجيب الاضلاع تناسب الاضلاع هات ضلع من ده على ضلع من ده، لانك لو لخبطت هيتلخبط معاك النسبة، صح؟ ماشي. يبقى اذا ايه هيقوم جايبين ضلع من ده على ضلع من ده، فهات ضلع من الصغير على الضلع الكبير. فاحنا مثلا ناخد مثلا ا ه على ضلع من الكبير اللي هو كان ا ايه ج، ما ده اللي ظبط معاه النسبة. يبقى 3 على 6 3 على 6 خلاص اللي هي بكام؟ بنص. اتفهمت؟ تمام. ماذا لو انا كنت جايبه لك هي المثلث مثلا من المثلث ا ب ج الى ا د ه المثلث الثاني، وقتها هتبقى 2 الى 1 مش ايه مش 1 الى 2. فالنسبه كده 1 الى 2 يعني هي الاختيار رقم ج. طبعا يا شباب عشان بس ايه الغلطات اللي احنا بنشوفها اوقات في ناس فعلا بتبقى حلها لحد دلوقتي صح وتمام، ويجي هنا يقوم مثلا ايه كاتب النسبه او قاري النسبه غلط، يقراها ايه يكتبها كده، يقراها كانها قراها من الشمال، فيقرا ان دي نص من الشمال يعني اللي هي من 1 ل 2 بس يقراها من الشمال. فده طبعا دي عربي وده كتابة عربي، يبقى اذا بكتبها من اليمين للشمال عادي خالص، هتبقى 1 الى 2. تمام بس كده. نشوف اللي بعده. اخر سؤال معانا لو مديني شكل وعايز ان انا اشوف في تشابه ولا لا. هنا كان بيسألني هل في تشابه ام لا. فاولا هل دي الحالة الاولى زوايا؟ لا. هل دي الحالة الثانية؟ طبعا يا مس ده كلها اضلاع. بس يا ترى بقى انهي ضلع على انهي ضلع على انهي ضلع، وهقعد اجرب ده كله يا مس. هقول لك طريقه بسيطه جدا. انا لو معايا 3 اضلاع معلومين، يعني انا كده معايا الاضلاع بتاعت دي كامله والاضلاع دي بتاعت دي كامله، يعني معايا 6 اضلاع. فببساطه اكيد الضلع الكبير من هنا على الضلع الكبير من هنا، صح؟ يعني مثلا لما تيجي تعمل نسبه خد الضلع الكبير اكبر واحد اللي هو كام 6، اكيد هيتقسم على الاكبر واحد اللي هو كام 9، صح؟ يبقى هتلاقي نفسك عندك ايه لام ن على ص س هتساوي 6 على 9، يعني فيها على 3 فيها 2 على 3 فيها 3. طب واللي بعده هتاخد الايه الاصغر منه شويه اللي هو كام 5 على الاصغر منه شويه اللي هو ايه
7.5. انا بتكلم على الاصغر منه بالنسبه لهنا لكل مثلث يعني. فده اكبر واحد بالنسبه للمثلث. والوسطاني بقى فين؟ الوسطاني كان ده 7.5، واصغر واحد كان فين؟ كان 4.5. فبقسم من الوسط من هنا على الوسط من هنا بس. لو طلعوا التلاتة نفس النسب يبقى اذا المثلثين فعلا ايه؟ متشابهين. يعني مش محتاجه اقعد اجرب مثلا 5 على 9 و5 على 7.5 و5 على 4.5 عشان اقعد اشوف مين فيهم اللي هتظبط معاها النسبه. لا، ما انتش محتاج. تعالوا نشوف اللي بعدها. قلنا ايه؟ هتبقى لام ميم على ايه؟ على 7.5 اللي هي صاد عين. هيطلع لك نفس النسبه برضو. 5 على 7.5 هيطلع لك ايه؟ 2 على 3. واخر واحده هتبقى 3 على 4.5 وهتطلع لك برضو 2 على 3. يبقى كده انا قدرت ان انا اثبتهم هما 3 من غير ما ايه؟ ما اقعد اجرب والقصه دي كلها. وخلاص كده يبقى اذا المثلث ده بيشابه فعلا المثلث ده. هو كان عايز يشوف هما متشابهان ولا لا واذكر السبب يعني. فانت تقوم قايل ايه؟ يبقى اذا هما فعلا متشابهان وخلاص كده. والسبب ايه؟ ان كل الاضلاع ايه؟ المتناظره متناسبه. وخلاص على كده تمام كده. دي كده كانت حصة النهارده. الملف ده هيكون موجود على جروب التليجرام ان شاء الله. هسيبه لكم في اول تعليق مثبت عشان انت لو عايز تدخل تحمل الملف وتذاكر منه. واشوفكم ان شاء الله على خير الحصة الجاية. سلام.